شكرا يا بيه، ربنا يديك ويرضيك ويوسعها عليك. كل يا ماسة، كل يا حبيبتي، كل. الصوت ده مش غريب عليا. دي صافي مراتي وماسة بنتي. هو ايه اللي رماها من الرمية دي؟ ده انا عايش ليهم ومسافر بره عشان اكفيهم وما اخليهمش محتاجين حاجة. انا لازم اعرف فيه ايه. السلام عليكم. عليكم السلام يا بيه. معلش بس انا عايز اعرف ايه حكايتكم، عشان انا من جمعية رسالة وبحب ان انا اساعد الناس. بجد هتساعدنا يا بيه؟ ان شاء الله. والله يا بيه احنا كنا ولاد ناس ولينا بيوت وكل حاجة، وكنت متجوزة واحد وسابني مع اخوه ومراته وخدوا كل حاجة ورمونا في الشارع انا وبنتي، وما كناش لاقيين لا ناكل ولا نشرب. لا بالراحة كده. معلش، عشان بس الإدارة في جمعية رسالة طالبين عشان يساعدوكوا يعرفوا الحقيقة كاملة. ينفع تحكي لي الموضوع من أوله؟ انا هقول لك يا بيه على كل حاجة. منورين اليومين اللي انتوا قاعدين فيهم دول. عايزه اقول لك انا حاسه بالونس وحاسه ان انا ليا عيله وظهر واخوات واصحاب ومسليني في البيت انا وبنتي وقاعدين معانا ومخليين بالنا من طبعا يا مرات اخويا. وبعدين هما مش يومين بس، ده العمر كله مع بعض. عايز اقول لك ان اخويا موصيني عليك انت وبنتك حبيبتك، وقال لي خلي بالك منهم، وطبعا ما تقلقيش اي حاجه تحتاجوها في اي وقت انا سداد. ده العشم برضه، وانت ابن اصول وتستاهل كل خير. والله انت مش مخلينا عايزين حاجه. ده اليومين اللي انت قاعدهم معايا انا حسيتها انها ساعه مش يومين ولا حاجه. بقول لك ايه يا حبيبي، بعد اذنكم بس هدخل جوه وهجيلك تاني. ماشي يا حبيبتي، بعد اذنك. كله من فضل اخويا بعد ربنا سبحانه وتعالى. اخويا طول عمره ما بيأخرش حاجه، وبيبعت الفلوس وبيبعت كل حاجه. وده هو اصلا يعني لسه واخد لي كام حاجه شاريها لي. فاخويا ده انت تعرفيش غلاوته عندي ايه. لا عارفه طبعا، وشايفه المعزه وشايفك وانت واخد بالك مننا واخد بالك من بنتي طبعا، وانا ليا غيركم. وجايب لها الدبدوب اللي هي بتحبه. شكرا يا عمو. حبيبتي يا مسوس يا قلب عمه. وبعدين ده لحم اخويا طبعا يعني، واذا كنتش انا اقف في ظهركم مين اللي هيقف في ظهركم ان شاء الله. ربنا يديم المعروف ما بيننا يا رب. يا حلاوه يا حبيبي الحقني. ايه يا حبيبتي؟ انا ما لقيتش الفلوس اللي جوه اللي انت مديها لي 15000 جنيه. ايه؟ دخلت الدولاب عشان اشوفهم مش لاقيهم خالص. ازاي يعني؟ دوري عليهم كده ولا كده؟ زي ما بقول لك كده، انا دخلت وقلت اشوفهم واطمن عليهم ما لقيتهمش خالص. ازاي يعني انا ده الكلام دوت؟ زي ما بقول لك كده يا حبيبي، انا دخلت ما لقيتهمش. شوف مين بقى اللي اخدهم. هيكون مين؟ ولا انا هسرقك ولا انت هتسرقيني. هيكون مين بقى يا حبيبي؟ بقول لك يا مرات اخويا كده الموضوع مش هينفع دلوقتي. اكيد انا مش هسرق فلوسي لا انا ولا مراتي. فبصي عشان ما يبقاش في شك بعد كده بينا، فانا اسف، انت مش هينفع تقعدي هنا. ايه ده؟ ازاي؟ وبعدين انا ما سرقتش حاجه اولا، وثانيا ده بيتي وبيت جوزي وهو مقعدك معانا كده. نعم يا حبيبتي، بيت جوز مين يا ماما؟ ما انا لا نسيت يا اقول لك حبيبي. على حاجه. ثواني يا ندى. اخويا كتب لي البيت ده قبل ما يسافر، وقال لي كلمتين. قال لي يا حلاوه يا اخويا، اول ما اسافر تعرف مراتي ان انا اتجوزت عليها، وان انا مش عايزها ايه في حياتي تاني. فبص احسن لك تاخدي بنتك وتمشي عشان ما يحصلكيش كويس. لا بقى مش ماشيه. وما دام انتوا بتتكلموا بالطريقه دي اسمعوا مني الكلمتين دول. خد بعضك وخد مراتك وفكك من التمثيليه الحمضانه اللي انت عملتها انت وهي دي، واتفضلوا اطلعوا بره. والبيت ده بيتي وبيت بنتي. تمثيليه ايه يا حبيبتي؟ ده بيتكلم بجد. ده احنا قاعدينك معانا هنا قلنا بقى ان احنا ايه خاف علينا، وانت بنت زيك يعني ولايه هخاف عليكي. لكن في الاخر هو عمل ايه يعني؟ اتجوز عليكي واحده من بلاد بره، يعني واحده مزه مش انت يعني. وقال ان هو اساسا اول ما سافر واتجوز خلاها تطلع بره. ندى بقول لك ايه، طلعيهم بره عشان ما ينفعش امد ايدي عليها. لا وتغوري في 60 دقيقه ما اشوفش خلقتك هنا تاني. طب اروح فين بالبنت الصغيره
دي. ولا انت ولا بنتك تغوروا في داهيه. يا نهار اسود. ولا تعتبي البيت ده تاني. يلا. وعتبتيها واديكي في 60 ده ولبسك بمصيبه. اوعى كده. حسبي الله اوعى كده ونعم يا الوكيل حبيبي. فيكم، ربنا ينتقم منكم، انا مش مسامحاكم. هتروح تطلعي يا طنط. بره بعدي. اطلعي بره. يلا غوروا. بره. وبس يا بيه، هو ده كل اللي حصل. ولو مش مصدقني انا ممكن اديلك العنوان بتاعنا وتروح تشوف الناس هناك وتسالهم علينا وتتاكد من كل اللي انا بقوله لك ده. يعني انا اسيب مراتي وبنتي معاكم امانه وتعملوا فيهم كده؟ صافي. بابا. ايه ده؟ احمد الحمد لله على سلامتك يا احمد. انت رجعت من السفر امتى؟ اقسم بالله انا ما اتخليت عنكم، واللي قاله لكم ده كله كده. والله العظيم انا كنت مأمنهم ان هم ياخدوا بالهم منكم، وان هم اي حاجه تطلبوها يعملوها لكم، وما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل وبسببي وبسبب اخويا. ولا كنت اتوقع يوم ان انتوا الاتنين تترموا في الشارع وتشحتوا وتاكلوا من اكل الزباله. حقك عليا والله العظيم، هعوضك عن كل يوم انت شفتيه. بس اللي انا عايزك تتاكدي منه ان والله العظيم انا ما اتجوزت عليك ولا حبيت غيرك، وكل شهر كنت ببعت فلوس عشان هم يصرفوا عليكم، وما كنتش اعرف ان هم راميونكم الرميه دي. بصوا انا هجيب حقي وحقكم، بس تسمعوا كل اللي انا هقول لكم عليه. ماشي. ماشي ماشي. تعالي يا صوفي. مع السلامه حبيبتي. حلاوه. ايه ده؟ حلاوه ايه؟ وانا مش طردتك يا بت؟ انت ايه اللي جابك انت وبنتك تاني؟ مش قلت لك ان اخويا اتجوز عليكي وقال لك خلاص غوري في 60 داهيه؟ انا مش قلت لك يا ست انت حسك عينك تيجي هنا تاني؟ عشان انت لو جيت هلبسك مصيبه هوديكي في 60 داهيه. طب حرام عليكم، انا مش مهم. طب وبنته دي اعمل بيها ايه؟ انا مش عارفه اكلها ولا اشربها. طب خدوها خلوها معاكم وانا مش مهم اقعد في الشارع. تغوروا في 60 داهيه تشوفوا لكم متوى غير دوت. شلتي ان هو قال ان هو مش عايزك تاني تعيشي معانا، وان هو اتجوز واحده تانية احسن منك. خلاص الراجل شاف حياته، فخلي عندك كده شويه كرامه وتمشي من هنا وما تجيش هنا تاني. فهمتي؟ انتوا بتعملوا معانا كده ليه؟ حرام عليكم. حتى لو هو اتجوز يا سيدي انا راضيه هعيش مع مراته التانية، بس ما ترميش انا وبنته. حرام عليك، سيبونا قاعدين في